أسأتم أوقاتا في الدرس الأول من تعلم اللغة الكردية. نبدأ بالأحرف. الأحرف الكردية تتألف من 31 حرفا، منهم 8 أحرف صوتية و23 حرف ساكن. الأحرف الصوتية 8 تنقسم لقسمين: أحرف صوتية طويلة وعددها 5، وأحرف صوتية قصيرة وعددها 3. وكل كلمة في الكردية يجب أن تحوي على الأقل حرفا صوتيا سواء قصير أو طويل. طبعا الكرد في غرب كردستان وشمال كردستان أي سوريا تركيا يكتبون بالأحرف اللاتينية حيث أكتب بها، أما الكرد في جنوب كردستان وشرق كردستان أي العراق وإيران فيكتبون بالأحرف الهندية، ومتعارف بين الناس بأنها أحرف عربية، ولكن الواقع والحقيقة هي أحرف هندية. نبدأ بالأحرف الصوتية الطويلة وهي آ، إي، أو، أو، إي. أمثلة على هذه الأحرف. هذه الأمثلة تساعدكم كثيرا في حفظ الأحرف، فمثلا كل حرف تحفظون كلمة تبدأ بهذا الحرف أو فيها هذا الحرف، بحيث إن نسيتم كيف تلفظون الحرف تتذكرون تلك الكلمة. آزاد أي حر. إيش ألم. أول أي دين. شور أي سيف. تير أي سهم. والآن نأتي إلى الأحرف الصوتية القصيرة وعددها 3، وهي إي. طبعا أقرأ من اليسار إلى اليمين، من اليسار إلى اليمين، نفس الكتابة بالإنجليزية وغيرها من اللغات الأوروبية. الكتابة أيضا تكون من اليسار إلى اليمين. إي. أمثلة: أز أي أنا. ت أي أنت أنت. كل بمعنى كحل. بذلك ينتهي الدرس الأول من تعلم اللغة الكردية. حتى الدرس القادم تبقون بخير. شكرا لكم.